وقفتك على ناصية الشارع ممكن تحبسك 5 سنين. تعال نشوف. عندنا في كل شارع كده سوبرمان واقف على الناصية، لا ليه شغلة ولا مشغلة، بس كل اللي بيعمله انه واقف بيراقب الجيران اللي هم الحريم طبعا في الدخلة والطلعة. هتلاقيه لابس نضارة سودا ومفكر نفسه بطل خارق، بس الحقيقة غير كده خالص. طب الحل ايه مع الاشكال دي؟ سوبرمان اللي احنا بنتكلم عليه ده لو فكر يعمل لك اي تلميحات جنسيه سواء بالكلمه او بالنظره او حتى بالاشاره بايده او بوشه، القانون قال لك هجيب لك حقك. اول حاجه تعمليها صوريه فيديو واضح، بس خدي بالك من غير ما تعرضي نفسك للخطر. بعد كده هتروحي تعملي محضر في المباحث. طب المحضر ده عنوانه ايه؟ هتتهميه بجريمه تحرش جنسي بغرض الحصول على منفعه جنسيه، وده مش هزار خالص، لان عقوبة الجريمة دي السجن مدة ما تقلش عن 5 سنين، يعني مش جنحة، دي جناية. وطبعا في ناس هتسأل هو لازم يلمسني عشان يتحاسب؟ لا خالص، مجرد ان الكلمة او الاشارة فيها نية تحرش القانون بيعتبرها تحرش فعلي، يعني كلمة واحدة ممكن تدخله السجن 5 سنين. بس ثانية واحدة، لو اللي عمل كده مديرك في الشغل او المدرس بتاعك او اي حد ليه سلطة عليكي، العقوبة هنا بتكون اشد طبعا. لو عاوزين تعرفوها اكتبوا في التعليقات وانا هقول لكم عليها الفيديو الجاي. خلونا فاكرين دايما ان كل بنت ليها حق انها تمشي في الشارع بامان وتمشي مطمنة من غير خوف ولا نظرات ولا كلام يقلل منها. اعمل لايك وفولو، يمكن تكون سبب انك تساعد واحدة حصل معاها الموقف ده. سلام.